والآن النشيد الوطني لدولة الجزائر. فاشهدوا يا لفخامة الصورة. الكل يغني والكل يردد النشيد الوطني في هذه المباراة التاريخية وهذه المباراة التي ستكون فيها الندية وستكون فيها الإثارة رغم طابعها الودي. هكذا عودتنا مع الشقيقة تونس، ولكن دائما في روح رياضية عالية بين لاعبي الفريقين وبين جماهير الفريقين. على ذكر الجمهور، مدرجات ملعب 19 ماي بعنابة مكتظة عن آخرها، وكذلك فيه مدرجات مخصصة للأنصار التونسيين، وعلى فكرة كانت مجانية الدخول. هذا واحد من الأنصار الأوفياء، واحد من المناصرين، كادي أو عبد القادر، الذي أينما حل وارتحل المنتخب الوطني حل معه. رحل عنا الأسبوع الماضي، ألف رحمة له وتعازينا القلبية له. لا ينسون اللاعبين ما يقدمه هو الجمهور دائما اللاعب رقم واحد. كنا نشاهد في جمال بلماضي في اجتماعي مع اللاعبين قبل المباراة، وهذه التشكيلة التونسية التي لم يغير فيها جلال القادري الكثير مقارنة بالمباراة الأخيرة التي لعبت في إطار تصفيات الكان. جمال بلماضي يعود إلى ملعب 19 ماي هذه المرة كمدرب وليس كلاعب، وهو الذي سجل هنا في مرمى بلجيكا. ثلاثي تحكيم المباراة من موريتانيا يعطي قرعة اختيار ضربة الانطلاقة وكذلك اختيار المرمى بوح عبد العزيز، وكذلك حمدان بيبا المساعد الأول، براهيم سالم محمد هو المساعد الثاني، وبن يحيى حسام الدين هو الحكم الرابع في مباراة اليوم. هي 49 في تاريخ لقاءات المنتخبين طبعا الطويل والعريض. الضيوف اليوم يدخلون بالتشكيلة هذه المرسومة أمامكم بأيمن دحمان في حراسة المرمى، كشريدة وجدي على الجهة اليمنى، من الدفاع علي العبدي على الجهة اليسرى، في المحور فاليري يان الذي عوض سليمان، وكذلك مريح ياسين طال بمنتصر قائد الفريق. في وسط الميدان بن رمضان علي واحد من اللاعبين الرائعين، متجبري حنبعل وكذلك العيدوني عيسى. في الهجوم عاشوري الياس وجبالي عصام. هي تشكيلة اليوم. المدرب جلال القادري الذي يبحث على انطلاقة فعلية، الذي يبحث على انطلاقة ربما تنسيه النتيجة السلبية التي حققها والتي عاد بها المنتخب من غينيا الاستوائية في خامس جولات التصفيات. المنتخب الوطني يدخل بتشكيلة مغايرة تماما عن التشكيلة التي لعبت أمام أوغندا، بزغبة مصطفى في حراسة المرمى، جيتون كيفين على الجهة اليسرى أو اليمنى، أحمد طوبة على الجهة اليسرى. في محور الدفاع في عيسى مندي وتوغاي أمين. في وسط الميدان زروقي وبن طالب. فريس شعيبي اللاعب الشاب. دقيقة صمت. طبعا هذه كانت دقيقة صمت ترحما على المناصر الوفي للمنتخب الوطني عبد القادر. هذا هو ألف رحمة تتنزل عليه. أحسن يعني ما قامت به الاتحادية والمنظمين على في هذه المباراة. في هجوم المنتخب الوطني
رياض محرز على الجهة اليمنى، بن رحمة على الجهة اليسرى، إسلام سليماني هداف المنتخب الوطني في رأس حربة. هذا هو جمال بلماضي في مباراته الرابعة والخمسين التي يشرف عليها على المنتخب الوطني من أرضية الميدان. أحرز الفوز في 37 مباراة وتعادل في 11 منها وانهزم في 5 فقط. سجل المنتخب الوطني بقيادة جمال بلماضي 114 هدفا ويبحث عن أهداف أخرى، وتلقى الدفاع 39 هدف معدل لا بأس به. نبيل بن طلب لاعب نادي أنجي يدخل اليوم إلى جانب زروقي، وهذا طالبي آخر من جانب منتخب تونس الذي كما أشرنا يبحث عن انتصار ربما في هذه المباراة التي انطلقت ولمصلحة الضيوف. في الدفاع على الجهة اليمنى كشريرة وجدي تقطع من طوبة، إسلام سليماني تدخل إلى وسط الميدان، تعود للمنتخب التونسي الذي يحاول عن طريق مرياح ياسين الفتح باتجاه العبدي علي. المراوغة الممتازة هذه، ولكن عودة نبيل بن طالب يلعب مع جيتون مع إسلام سليماني، تمر الكرات. هذا رياض محرز تدخل الكرة لزروقي، رامز زروقي يدور بالكرة ويتوجه باتجاه عيسى مندي جه نبيل بن طلب يفتح اللعب باتجاه طوبة على الجهة اليسرى من دفاع المنتخب الوطني. هذا توغاي يعرف العديد من اللاعبين على أرضية الميدان. عيسى مندي يتريث ويعود إلى الخلف، ربما يلعبها مع حارس مرماه، يفضل توغاي توصله يطلبها نبيل بن طلب، ولكنه يفضل جيتون لرامي الزروقي يلعب مع توغاي، يتقدم باتجاه الامام، يلعب كره في العمق جميله هذه لصالح الشعيبي. حكم المباراه يتدخل ويعلن عن مخالفه لمصلحه المنتخب الوطني بعد هذه البدايه. هذا هو فارس شعيبي لاعب نادي تولوز في ثالث مشاركه له، هو أحسن لاعب شاب في الدوري الفرنسي، اكتشاف الموسم حسب 7 آراء للجماهير. هذا هو مستقبل الكرة الجزائرية إن شاء الله لفارس شعيبي. كرة بعيدة نوعا ما عن إطار مرمى الحارس دحمان، ولكن بإمكان الإسلام سليماني اقتناصها إن لعبت باتجاه اللاعبين المتحررين من الرقابة، سعيد بن رحمة وكذلك رياض سبق وان سجل من كرة ثابتة امام المنتخب التونسي، ولكن هنا تبان بعيدة. رياض يرفعها باتجاه الرؤوس، يتدخل الدفاع التونسي. من هناك انطلاقة من حداري من هذه الهجمة المرتدة من جبري حنابال. حداري الكرة هذه عودة موفقة من جيتون. ما أروعك يا جيتون بعد الانطلاقة من متجبري حنابال، وزع الكرة باتجاه اللاعب رقم 7 شوري الياس، كاد يفعلها بدفاع المنتخب الوطني في هجمة مرتدة. جيتون قرأ اتجاه الكرة الشادة حتى متجبري حنابال تسرع في توزيع هذه الكرة. الركنية الأولى في المباراة مرفوعة، يتدخل الدفاع الجزائري، انطلاقة في مرتدة تعود لآخر مدافع فاليريان، يفتح فيه وضعية تسلل. نعم في وضعية تسلل، يقول حكم المباراة الموريتاني المساعد اليوم هو إبراهيم سالم حمد. هاي الإعادة للقطة الأخيرة وللكرة التي وقع فيها مهاجم المنتخب التونسي في التسلل. عيسى مندي يلعب مع جيتون ينتظر يجي نبيل بن طلب مع عيسى مندي، يطلبها توبة من هناك. توغاي لم يرفع راسه على الجهة اليسرى، يلعب مع مندي، تدخل لزروقي الآن توصل لتوبة، يجي سعيد بن رحمة ويجي الشايبي، ولكن يفضل يعود إلى الخلف فين يوجد توغاي مع زروقي ضاعت له من جبري حنابال. هذا خطير جدا، هذا لاعب نادي مانشستر يونايتد. طبعا ليس من السهل أن تكون لاعب في صفوف الشياطين الحمر، كان وراء انطلاقة خاطفة على الجهة اليمنى. العودة لمرياح ياسين، الكرة من كشريدة وجدي باتجاه الأمام، هذا متجبري حنابال
والكرة لمصطفى زغبة. زغبة يتريث وينتظر، يجد عيسى مندي الذي يلعب اليوم مباراة رقم 82 بألوان المنتخب الوطني، 31 سنة عيسى مندي. جيتون يفتح اللعب على الجهة اليمنى. طبعا المنتخب الوطني في مرحلة إعادة بناء وفي مرحلة إعادة وضم وضخ دماء جديدة. طبعا العديد من اللاعبين جربهم الناخب الوطني ويجربهم منذ الإقصاء من المونديال، يعني منذ مباراة الكاميرون 10 مباريات لعبتها العناصر الوطنية، أسماء تحضر في تربصات ثم تغادر وأخرى تأتي وأخرى تقنع وأخرى لا. وجمال بلماضي في صراع مع الوقت. هي الكرة التي يسترجع فيها لاعب المنتخب التونسي علي العبدي الكرة ببضع سنتيمترات تمكن من الوصول عليها. أيمن دحمان حارس النادي الصفاقسي التونسي وفي مباراته 11 و12 بقميص المنتخب التونسي المتأهل لنهائيات كأس أفريقيا للمرة العشرين. المنتخب التونسي 21 المنتخب الوطني تأهل للمرة العشرين، والمنتخب التونسي الذي يحمل الرقم القياسي في عدد التواجد في نهائيات بصفة متتالية. هذه المرة هي 16 تواليا. كرة في العمق تونسية. كنا نشاهد جمال بلماضي فتح اللعب، دائما حذاري من هذا الخطر، حذاري من الكرة هذه والثنائية. عودة الدفاع عن طريق أحمد توبة. الكرات القصيرة سلاح المنتخب التونسي في مباراة اليوم. المتجبري يصل على كرات عديدة. شريدة وجدي من مدافع أيمن أصبح مهاجم على الجهة اليمنى. الركنية الثانية في هذه المباراة دائما لمصلحة المنتخب التونسي الباحث عن المباغتة في حدود الدقيقة 7. الدفاع الجزائري يدخل في المباراة منذ البداية وشعر بالخطر، يخرجها الدفاع. تعود انطلاقة في هجمة مرتدة، هل يسترجعها؟ هاي كرة انطلاقة صعبة هذه لمصلحة المنتخب الوطني ولكنه معزول على الجهة اليمنى. سعيد بالرحمة اقتنص الكرة هذه ولكنه عزل نفسه على الجهة اليمنى. سعيد بالرحمة في المباراة رقم 21 مع المنتخب الوطني سجل هدف وحيد، أما رياض محرز سجل 29 هدف مع المنتخب الوطني و30 تمريرة حاسمة كأكثر لاعب صنعا للأهداف سواء من حيث التهديف ومن حيث التمريرات الحاسمة. كانت آخرها تمريرة الجولة الخامسة باتجاه عمورة الذي سجل الثنائية لأول مرة منذ سنة 2021. آخر ثنائية سجلتها العناصر الوطنية كانت في مباراة زامبيا بين توقيع إسلام سليماني، وآخر ثنائية هنا بعنابة كان سجلها عبد الحميد مراكشي في مرمى منتخب أوغندا. نبيل بن طالب يبحث عن الحل، تراجع عناصر المنتخب التونسي إلى الخلف، تنتظر العناصر الوطنية. المنتخب التونسي يلعب بكتلة دفاعية. المنتخب التونسي لا يريد أن يفتح اللعب منذ البداية، يريد أن يباغت من خلال المرتدات، لأنه جلال القادري هذا الذي تشاهدونه على الصورة والذي يشرف على المنتخب التونسي منذ جانفي 2022 خاض معه المونديال الأخير بقطر، أهله على فكرة إلى المونديال، وهو الذي كان مساعدا لمنذر الكبير في نهائيات كأس أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، وبعدها استقال منذر الكبير وتولى زمام الأمور جلال القادري بمساعدة الحارس الدولي السابق علي بومنيجل.
تونسية. الكرة تسترجع من شعيبي، شعيبي يحتفظ بالكرة ويلعب على الجهة اليمنى أن يوجد رياض محرز. رائع رياض، رائع رياض، ممتاز رياض. خدا الكرة هذه بمراوغة، لم يكن للمدافع التونسي خيار آخر سوى ارتكاب المخالفة. هيا كيف تخلص منه رياض، ولكن طلبي منتصر لم يعرف كيف يوقف رياض سوى بارتكاب هذه المخالفة. رياض تترك له المساحة تدفع الثمن، ونحن كنا نتحدث على طريقة المنتخب التونسي في مباراتها اليوم، أنه التجمع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين، فتح اللعب أمام تشكيلة جمال بلماضي بثلاثي هجومي ناري يجعل المأمورية تصعب ربما على رفقاء دحمان. رياض محرز هل يعيد الكرة في أتي المرة أيضا، ولو أن الكرة بعيدة نوعا ما، يعني ليست مباشرة باتجاه المرمى بين القائمين والعارضة الأفقية، ولكن بإمكان رياض أن يفعلها. هل هي العادة من رياض؟ هل يتمكن رياض من الإطاحة بالحارس التونسي من هذه الكرة الثابتة؟ هل نشاهد أول أهداف في المباراة؟ هل نشاهد الأسبقية للمنتخب الوطني مع حدود هذه الدقيقة 11 من بدايتها؟ رياض والعادة، رياض والكرة الثابتة تصطدم بالجدار الدفاعي. يعيد رياض مرة أخرى، يرفع داخل منطقة العمليات. التدخل من الدفاع التونسي، الحكم يتدخل ويعلن عن مخالفة لمصلحة فاليري يان، إحدى الأوراق الأساسية في مباراة جلال القادري اليوم. سليمان الذي لعب أساسيا في المباراة الماضية، هذه كرة إسلام سليماني بالراس، فاليري عيسى مندي ارتكب المخالفة. تدخل الكرة من بن رمضان علي، الضغط عليه رياض محرز يلعبها قصيرة مع الشيبي وإسلام سليماني، تعود لرياض، ينتظر رياض يلعب مع بشيبي. كادت تمر هذه الكرة، كادت تمر كرة شيبي باتجاه رياض محرز، ولكن الدفاع التونسي الملتف حول حارس مرماه العيدوني عيسى لاعب نادي اتحاد برلين الألماني. التشكيلة التونسية هي الأخرى مزيج بين اللاعبين الذين ينشطون في البطولة التونسية وفي مختلف البطولات الأوروبية. في وسط الميدان الكرة التونسية، انطلاقة عن طريق علي العبدي، ثم التوغل من هناك على الجهة اليمنى أن يوجد كشريدة وجدي. صعود يعطي التفوق العددي، صعود يعطي الأفضلية. كأني بجلال القادري يركز على الجهة اليسرى من دفاع المنتخب الوطني هذا الذي تشاهدونه أمامكم. الركنية الثالثة في المباراة دائما لمصلحة المنتخب التونسي. مصطفى الزغبة حارس المنتخب الوطني الذي يبحث عن مكانة أساسية، والذي يبحث عن التألق، والذي يبحث على أن يكون الحارس رقم واحد. في التنفيذ علي العبدي لاعب نادي كون الفرنسي، مرفوعة الكرة من علي العبدي، الراسية أمام أنظار الجميع. يتمكن هذا طلب منتصر من افتتاح باب التسجيل لمصلحة المنتخب التونسي في حدود نعم حيرة وردة فعل طبيعية من جمال بلماضي على الطريقة التي سعد بها منتصر طلبي، وتمكن من اقتناص الهدف الأول لمصلحة فريقه بعد كرة ثابتة من ركني، يعني الركنية الثالثة كانت ثابتة، والهدف الأول للمنتخب التونسي في حدود الدقيقة 13 من بداية المباراة. أمام حيرة الدفاع الجزائري سنشاهد ربما الهدف وكيف أتى منتصر طلبي من الخلف. لم يكن يعني مع أنه كانت فيه رقابة دفاعية، إلا أن المتابعة لم تكن من أحمد كوبا هنا انفلت له منتصر طلبي وتفوق عليه بكرة سهلة حتى هو، يعني بكرة
أسهل من السهل، يعني دخلت في الشباك. هدف أول لمصلحة الضيوف ولمصلحة المنتخب التونسي الذي يأخذ الأسبقية مع هذه البداية، ويجب أن نقول بأنه كان خطيرا من خلال المرتدات وضغطات، حصل على 3 ركنيات، الثالثة كانت هدف أول. سنشاهد كيف ستكون ردة فعل العناصر الوطنية على هذا الهدف الذي تلقته مع بداية المباراة. عيسى مندي يطلبها نبيل بن طالب، ولكنه يلعب مع رامي الزروقي. نبيل بن طالب، عيسى مندي الآن نبيل ل توغاي. مصطفى زغبة مع عيسى مندي، تمر الكرات هدوء طبعا، وهذا شيء طبيعي. الهدف الأول لا يجب أن يربك العناصر الوطنية، بالعكس ربما يجعلها تراجع حساباتها في قادم الدقائق ويجعلها ضعف من مجهوداتها. جيتون، تدخل الكرة لنبيل بن طالب، يلعب مع عيسى مندي. الكتلة هي الخيار الأمثل لجلال القادري في مباراته اليوم، الكتلة الدفاعية والانطلاق في المرتدات. ماذا يجب في مثل هكذا حالات وفي مثل هكذا مباريات؟ أين يكمن الحل؟ ربما جمال بلماضي بمرور الدقائق سيجد التوليفة اللازمة مع سواء اللاعبين الموجودين على أرضية الميدان أو الموجودين على كرسي الاحتياط. رامي الزروقي يلعب مع عيسى مندي، يغير الجناح باتجاه أحمد طوبة، يروض الكرة أحمد طوبة ويعود إلى الخلف. فين يوجد توغاي تدخل لبن طالب، ضاعت له بن طالب الكرة هذه مع حنبال المتجبري، ومن حسن حظه أن يسترجعها لعيسى مندي. تعود نبيل بن طالب، تدخل إلى سعيد بن رحمة، ضاعت له الكرة هذه. الحكم منح له المخالفة بعد التدخل القوي من هذا الموجود أمامكم العيدوني عيسى بنادي اتحاد برلين كما أشرنا. توغا يلعب مع عيسى مندي، يطلب نبيل بن طالب، ما زال معزول إسلام سليماني وكذلك جيتون الذي يصعد على الجهة اليمنى. رياض محرز لم يتلقى الكرات الكثيرة، هذا إسلام سليماني ضاعت له. انطلاقة في مرتدة من عاشور الياس، عاشوري في الوسط، مسترجعة لجبالي عصام. توغاي يعاني على أرضية الميدان من جانب المنتخب الوطني في 9 مشاركة له. توغاي أو الاصطدام بينه وبين عاشوري الياس المحترف بالدنمارك، يعني البطولة الدنماركية. عاشوري الياس، هو الهدف كيف سجل، وهو ردة فعل المدرب جلال القادري بعد أن وقع المنتخب التونسي أول أهدافه في هذه المباراة الودية 49. أول طبعا في 18 انتصار للمنتخب الوطني، 15 للمنتخب التونسي، و15 مباراة انتهت بالتعادل. المنتخب التونسي انهزم في آخر وديتين وكذلك في آخر رسمية، يعني نتحدث عن آخر وديتين، واحدة بتونس 2021 ثنائية رياض محرز وبغداد بونجاح، وقبلها في تشاكير هدف بغداد بونجاح. ونحتسبنا أيضا نهائي كأس العرب، ولكن تشكيلة مجيد بوقرة آنذاك التي انهزمت. المباريات على الصعيد الودي الكفة تميل لمصلحة المنتخب الوطني، أما في الرسميات في نهائيات كأس أفريقيا لسنتي 2013 و2017 المنتخب التونسي تمكن من تحقيق الانتصار. هل يعود توغاي محمد لامين سالما معافى في هذه المباراة؟ الجمهور هذا وينتظر ردة فعل رفقاء رياض محرز عن الهدف الذي سجله المنتخب التونسي مع بداية المباراة بالضبط في الدقيقة 13. دحمان مع إسلام سليماني،
الضغط على حامل الكرة وعلى حارس المرمى، هذا بن رحمة من هناك الجهة اليسرى، ثم يخرج شيبي. توبة مسترجعة من زروقي، يلعب مع بن رحمة. لا، الحكم يقول واصل لعب. هذا زروقي يطلبها نبيل بن طالب، يتهيأ للتسديد. اسلام سليماني لم تصل الكرة. توغاي، العودة إلى حارس المرمى مصطفى الزغبة، يلعب مع عيسى مندي. عيسى مندي يعود إلى مصطفى الزغبة، تمر الكرات. عناصر المنتخب التونسي متمركزة في الخلف بطريقة ومتموقعة بطريقة ذكية وبطريقة رائعة، يعني إلى غاية اللحظة هي غلق المنافذ وغلق المساحات أمام اللاعبين الجزائريين. الكرة هذه جميلة من شيبي، يلعب مباشرة. شيبي عنده ردة الفعل من شيبي، لما تجيه الكرة يكون الحل في رأسه. توغاي، توبة من هناك، تدخل الكرة إلى زروقي. رامز زروقي يفتح اللعب مع عيسى مندي. عيسى مندي يلعب مع توغاي، تمر الكرات دائما، البحث عن الحل، تمركز في الخلف من جانب عناصر منتخب تونس. هذا رياض محرز يطلبها جيتون، ولكن يفضل لم تصل لشعيبي. زروقي والصراع على الكرة لرياض، الكرات القصيرة، يلعب مع نبيل بن طالب، ثم رياض، يواصل رياض، ولكن حكم المباراة يتدخل ويعلن له عن مخالفة بعد التدخل. رياض محرز في بمجرد أنه يمسك الكرة يجد الرقابة من علي العبدي. كرة ثابتة لمصلحة رياض محرز وبن رحمة في حدود هذه الدقيقة 21. هدف مقابل 0 لمصلحة المنتخب التونسي. يتركها رياض لبن رحمة، يلعبها جميلة، كرة هدف، كرة صعبة، مرت الكرة هذه بسرعة. رياض ربما غير راضي عن المهاجمين الذين لم يتابعوا كيفية تنفيذ الكرة، لأنه مع بن رحمة لعبها له بسرعة، ولو واحد تقدم رياض رفع الكرة، هنا اصطدمت بالدفاع. رياض لم يكن راضي عن قرار الحكم وليس عن المهاجمين لأنهم تابعوا الكرة. الكرة هذه كانت ركنية بعدما اصطدمت بالدفاع. أيمن دحمان يخرج الكرة باتجاه علي العبدي، يتدخل عيسى مندي، الكرة للشايبي في الوسط، ثم بن رحمة، ضاعت انطلاقة على الجهة اليسرى يسترجعها توغاي، داري من الخطأ جيتون، تدخل الكرة للشايبي، شايبي مع توبة على الجهة اليسرى، يطلبها اسلام سليماني، يفضل شايبي مرة أخرى، شايبي يتوغل، يلعب قصيرة الثنائية هذه متجبري حنابال، تعود للمنتخب التونسي العودة إلى الخلف للبناء. مرياح ياسين يفتح مع كشريدة، الضغط عليه مباشرة، الكرة هذه إلى تماس كشريدة وجدي المحترف بالدوري اليوناني، خطر جدا لما يصعد في على الرواق الأيمن. جلال القادري يدرك بأنه يلعب مع واحد من أقوى المنتخبات ويدرك قيمة الفوز في مباراة اليوم لما لها من تأثير ربما معنوي إيجابي على لاعبيه. هذا المجبري حنابال يلعب من هناك، التوزيع هذاك الشريدة وخروج مصطفى زغبة، ولكن حكم المباراة يقول الكرة إلى ضربة مرمى. يلعب بسرعة الجماهير العنبية هنا التي تجدد العهد مع مباريات المنتخب الوطني في مباراة هي 29 للمنتخب الوطني هنا على ملعب 19 ماي بعنابة، وكذلك كان لعب مباراتين بملعب العقيد شابو الألعاب النارية على المدرجات طبعا، والصور كانت تصلكم ولكن لا يجب إلقائها طبعا، الجمهور العنابي يدرك هذا. نبيل بن طالب يعود لعيسى مندي في مباراة هادئة. شايبي يطلبها بالرحمة،
يفضل العودة إلى الخلف. مس كرات كثيرة شيبي، وكان يلعب في مباراته العشرين، هي الثالثة فقط له بقميص المنتخب الوطني. جيتون التدخل من الدفاع، لم تخرج لنبيل بن طالب، يجيه زروقي. زروقي من ياخذ عليه الكرة، توغاي يتقدم. امين توغاي يطلبها الشيبي. كانت الفكرة رائعة والنية حسنة، ولكن شيبي لم يكن ينتظر في كرة امين توغاي. مرياح ياسين، العودة لحارس مرمى دحمان يلعب مع طالبي منتصر، مسجل الهدف الوحيد في هذه المباراة. جيتون يتفوق، تدخل لنبيل بن طالب، يلعب بسرعة حذرية نبيل من تضييع الكرات هذه. أيمن دحمان دائما حارس المرمى في مباراته 11 بقميص المنتخب التونسي، حارس مرمى الحزم السعودي، وكان في النادي الصفاقسي التونسي. أيمن دحمان طويلة منه باتجاه الأمام، البحث عن جبالي عصام، الكرة مباشرة إلى التماس بعد مرور 25 دقيقة لعب، ما عدا انطلاقة رياض محرز على الجهة اليمنى والتوزيعة. لم نشاهد عمل هجومي من المنتخب الوطني، وربما فرص حقيقية للتهديف في هذه المباراة وهذا الديربي العربي وهذا الديربي المغاربي بين الشقيقتين الجزائر وتونس في واحدة. يا أيمن دحمان طبعا يدرك بأنه كل ما يمر الوقت مليح عليه. هذا جمال بلماضي كبير من ألف كلمة، غير راضي على الدقائق التي مرت. ينطلق نبيل بن طالب ويطلبها سعيد بن رحمة، ولكنه يفضل توبة على الجهة اليسرى، تدخل لنبيل بن طالب. كرات كثيرة ضيعة في 20 وال 25 دقيقة هذه من جانب عناصرنا الوطنية في هذه المباراة. مباراة تحضيرية، مباراة تجريبية، مباراة من أجل الوقوف على إمكانيات كل اللاعبين طبعا، خاصة وأننا نلعب في أمام منتخب مونديالي. آخر مشاركة للمنتخب التونسي كانت في مونديال قطر، والمنتخب التونسي العريق أيضا الذي يبقى صاحب أول فوز في المونديال، أول فوز بالنسبة لمنتخب إفريقي وعربي كان في 78 في مونديال الأرجنتين وأمام المكسيك، وبعد ذلك تعادل مع ألمانيا الغربية التي كانت تدافع عن لقبها وأقصي من دور المجموعات. ومن أجل ذلك الفيفا أهدت قارة إفريقيا بطاقة ثانية للتواجد في المونديال، فكانت تلك البطاقة من نصيب المنتخب الوطني الذي أبدع في مونديال خيخون وملاحم خيخون. هذا بين قوسين للتاريخ، لأن التاريخ طويل وعريض ورائع بين هذين الشعبين الشقيقين. وحتى في كرة القدم فريق جبهة التحرير الوطني هو الذي احتضنته الشقيقة تونس، وهو الذي لعب أول مبارياته الرسمية مع المنتخب التونسي سنة 57 900 وألف، وكان يفوز يعني بالسداسية الفريق جبهة التحرير الوطني، الذي بعد ذلك امتدت المباريات والندية دائما في إطار الروح الرياضية. وآخر ودية كانت بتونس فاز فيها المنتخب الوطني بثنائية مقابل 0، مع أنه ما زال من عمر هذه المباراة الكثير والكثير. تحية على ذكر منتخب جبهة التحرير الوطني سي محمد معوشة طال الله في عمره، وكذلك لرشيد مخلوفي عايش في المونستير في تونس. شايبي يدخل الكرة لمندي، من يرفض عليه الكرة هذه؟ أروح هنا نبيل بن طالب، لا، يفضل توغاي يعود إلى الخلف. توغاي هو الآخر يعود إلى الخلف، والكرة تمر إلا في وسط الميدان. الكرة بين اللاعبين الجزائريين، هذا رياض محرز يطلبها، ولكن الضيعة. تحدثنا عن الكرات الضيعة، تحدثنا على الطريقة التي يلعب بها جلال القادري جمال بلماضي في مباراته 54 على خط التماس مع المنتخب الوطني. 37 انتصار، 11 تعادل، و5 هزائم.
ماذا هناك الكرة، ماذا هناك لا 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 لا, لا ماذا فعل اللاعب التونسي في الكرة هذه الأخيرة؟ أعتقد بأن لا يجب أن تخرج الأمور عن إطارها الرياضي، ونحن كنا نتحدث عن العراقة والتاريخ. طبعا منتخب اللاعب التونسي سنشاهد الإعادة بعد لحظات، يكون ربما قد قام بالتصرف. ماذا فعل هنا؟ هو جمال بلماضي. لماذا عاد؟ يعني كانت إلى غاية اللقطة تلك كانت عادية. أكيد بأنه سيعتذر من جمال بلماضي علي عبدي. جمال بلماضي حاول إرجاع الكرة بطريقة سريعة، وهنا كان الاحتكاك بينه وبين علي العبدي اللاعب التونسي الذي ما كان عليه ربما أنه يتصرف أكثر من اللزوم. جمال بلماضي حاول إرجاع الكرة، وعلي العبدي معليش نخلوها في إطار كرة القدم، ونخلوها في إطار النرفزة، ونخلوها في إطار ربما تشنج الأعصاب وحب الفوز في المباراة، ولكنه عاد وعنق جمال بلماضي، وهذا ما كنت أنتظره منه، الذي ينذر من قبل الحكم. يشرح له جمال بلماضي معليش هذه تحدث في عالم الكرة. هو العبدي كنت أنتظر في هذه الصورة، وجمال سيتحدث عن هذه اللقطة ويقول بأنه لم يحدث شيء. أنا أعتقد بأنه هذه الأمور تحدث في كرة القدم، ولكن المباراة سنشاهدها على أرضية الميدان بوجه آخر بين اللاعبين المطالبين بالحفاظ على الهدوء وعلى الروح الرياضية والبحث عن النتيجة. من حق كل لاعب أنه يبحث عن الفوز ويدافع عن ألوانه، ولكن دائما بروح رياضية. هاي صورة أخرى جميلة بين بن طالب وبين لاعب المنتخب التونسي. هذا بن رمضان واحد من اللاعبين الرائعين للترجي الرياضي التونسي، مطلوب من عديد الأندية. رياض محرز باتجاهه الأمام، لم تصل لشيبي. إسلام سليماني بالرأس يتفوق، تعود الكرة لشيبي. رايع شيبي يلعب مع توبا، يطلبها بالرحمة، توصل الكرة لتوبا، دائما يراوغ نبيل بن طالب، يتهيأ يلعبها، لم تصل كان يبحث على رياض محرز نبيل بن طالب. العودة إلى الخطأ يقول حكم المباراة. نبيل بن طالب لما تحصل على الكرة مباشرة بحث على رياض محرز، لم يخمم أو لم يفكر حتى في ربما التسديد من تلك المسافة. هذا رامي الزروقي، تمر الكرات، التدخل بقوة عليه، التدخلات القوية في بين اللاعبين. أحمد طوبة يعاني، ما زال ساقط على أرضية الميدان. حنابال المتجبري يلعبها مع كشريدة، من هناك يسعد كشريدة وجدي، والتغطية الدفاعية عليه في مباراة بدأت فيها الندية المعهودة، في مباراة بدأت فيها الإثارة، في مباراة ليست بالنقاط ولكن بالانتصار، في مباراة كل منتخب يبحث فيها عن إبقاء تلك الديناميكية، خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني، وفي نفس الوقت تجريب أكبر عدد من اللاعبين. المنتخب التونسي والآخر فقد صدارة المجموعة، ولو أنه تأهل إلى نهائيات كان كوت ديفوار، ولكن في السنوات الأخيرة في كل مرة يواجه فيها المنتخب الوطني يفوز عليه. لعبنا 33 دقيقة ونصف، دائما التفوق لمصلحة المنتخب التونسي من توقيع طالب بمنتصر منذ الدقيقة 13 من بداية هذه المباراة الودية هنا على أرضية ملعب 19 ماي بعنابة، في واحدة من المباريات المتابعة من قبل الملايين من الجماهير التونسية والجزائرية. عيسى مندي تصل لنبيل بن طلب،
يطلبها رامي الزروقي. جيتون ثم يلعب مع توغاي. توغاي يتقدم لمن في الوسط للشايبي. الشايبي ضاعت له. تعود انطلاقه في مرتده من عاشوري الياس. عاشوري الياس الضغط عليه لم يخسر. هذه هي الكره اللي بر رمضان عليه. مسترجعه من زروقي يلعب مع توغاي يلعب يتقدم باتجاه الامام. توبا جميله هذه الكره. يخرج اسلام سليماني يلعب مع توبا ثم بالرحمه وانطلاقاته يلعب هاي جميله لاسلام. التدخل بقوه من الدفاع. طالب المنتصر لم يترك الكره امام اسلام سليماني. تلعب بسرعه لشيبي ثم بن طالب نبيل يطلبها جيتون. يفضل عيسى مندي يزيد يطلبها الشيبي. توصلوا مرة أخرى رياض محرز. أين أنت؟ رياض محرز تصل الآن. يلعب قصيرة مع بالرحمة ثم تعود للشيبي. شيبي ينطلق رياض محرز. هل يغير الجناح تماما؟ يفضل عيسى مندي يلعب مع توغاي يطلبها بالرحمة على الجهة اليسرى. يفضل العودة لعيسى مندي. مرت عليه الكثير من الكرات عيسى مندي وهو محور الدفاع. هذا الشيبي رائعة منه وخروج حارس المرمى. شيبي لعب كرة باتجاه اسلام سليماني في حدود الدقيقة 35 التفوق لمصلحة المنتخب التونسي. ترويض الكرة من جيتون لاعب نادي باستيا طبعا في ثاني مشاركة له. 36 سنة هذا حامل أو 26 سنة عفوا. رياض محرز يلعب قصيرة مع جيتون. راحت من شيبي لجيتون. شيبي هذا إضافة حقيقية بغض النظر. إنها ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الوطني. إنها ضربة جزاء يعلن عنها الحكم الموريتاني. هاي الكرة لعبها بيده فعلا في الشيطة. فاليري يان وقع في المحظور وروض هذه الكرة بيده والصورة واضحة. وبالتالي ركلة جزاء لمصلحة المنتخب. لعبها بيده ولمسها بيده وخذاها بيده وحاول يخرج بها بيده. يعني حتى نقول بأن الصورة هذه واضحة وضوح الشمس. طبعا لقطة تفاعلت مع الجماهير العنبية. اسلام سليماني الهداف ما زال ساقط على أرضية الميدان. ورياض محرز يتهيأ لتسجيل الهدف رقم 30 له بألوان المنتخب الوطني. رياض محرز يريد أن يوقع الهدف 30 والاقتراب من عبد الحفيظ تاسفاوت صاحب 36 هدف. ردة الفعل من جانب جمال بالماضي هكذا معروف عليه. يعني لاغرينتا وحب الانتصار وحب الفوز. وبالتالي في بعض الأحيان نشاهد هكذا تشنجات بين اللاعبين وهذا شيء طبيعي طالما أن الأمور تعود إلى مجراها. رياض محرز حامل لقب تشامبيونز ليج يضاف إلى سجل اللاعبين الجزائريين الذين حملوها بعد ربح ماجير ومصلاح من مصر. رياض محرز ودحمان. رياض يتقدم لتوقيع الهدف الأول لمصلحة المنتخب الوطني. رياض ما أروع رياض. يا غوارديولا ماذا يقول حكم المباراة؟ غوارديولا الذي لم يقحم رياض في النهائي يرد بهدف رائع وممتاز يعدل به النتيجة لمصلحة المنتخب الوطني بهدوء تام. رياض محرز ماذا يطالبون اللاعبين التونسيين؟ ولكن الحكم الموريتاني يصر على أنه الهدف شرعي ويصر على أن الفرحة تتواصل على مدرجات ملعب 19 ماي بعنابة. آخر من سجل بركلة جزاء وفي هذا المرمى رياض سقط ولكنه سجل. آخر من سجل قلنا بأنه حسن يبدأ من ركلة جزاء. هو رياض يعود بالمنتخب الوطني في مباراة ودية بطابع رسمي، في مباراة بين شقيقتين الجزائر وتونس، في مباراة التنافس فيها على أرضية الميدان وفقط
في مباراة نعطي بها الصورة الجميلة عن الكرة العربية والإفريقية، ونسوق أجمل اللقطات وأجمل اللوحات وأجمل العروض الكروية من هؤلاء اللاعبين الرائعين سواء الجزائريين أو حتى التونسيين. إسلام سليماني الهداف التاريخي للمنتخب الوطني. هو رياض سقط وسدد بقوة بامتياز وضعها. ماذا هناك؟ هل تقول لحكم المباراة بأن رياض محرز سقط قبل أن يسدد؟ ماذا أو أنه يطلب منه أنه المس الكرة في مرتين؟ الحكم يقر بشرعية الهدف، ولو أنه في ركلة الجزاء طبعا تنفذ لما تنفذ بهذه الطريقة تضرب بضربة واحدة وبإمكانك أنك تلعب ركلة الجزاء مع زميلك مثل ما شاهدناها في لو أنه الصورة رياض مس الكرة في مرة واحدة، حذري من هذه الكرة والانطلاقة من عاشوري الياس. عاشوري الياس من يوقفه عاشوري الياس يغلق على نفسه والعودة بقوة. جيتون يحتفظ بكرة يعود إلى الخلف، انطلاقة من رياض، روضها رياض ما زالت للعيدوني عيسى، ثم ينطلق رياض، حذري من المخالفة. رياض حكم المباراة يعود للخطأ في مباراة تأتي بكامل وعودها من حيث الندية. هو الصراع بين العيدوني عيسى لاعب نادي اتحاد برلين. الانطلاق هنا المراوغة، هنا الدخول، هنا المراوغة الثانية، وهنا كثر عودة جيتون. تابع الكرة، كان يتابع في الكرة ولم يكن يتابع في اللاعب عاشوري الياس الذي انطلق على الجهة اليسرى من هجوم المنتخب التونسي. بن طالب، رياض محرز يلعب مع إسلام سليماني. الآن سنشاهد مباراة أخرى، الآن سنشاهد شوط ثاني ربما أكثر إثارة وأكثر حماس. في تصريحات المدربين وفي تصريحات اللاعبين وفي تصريحات الجماهير قالوا بأننا دائما ما ننتظر هذه المباريات لما فيها من حماس شديد. الحماس موجود والندية موجودة، حتى أنهم كانوا ينتظرون هذه الودية أكثر من انتظارهم لمباراتي الجولة الخامسة من تصفيات الكان. منتخب تونس لعب وخسر في غينيا الاستوائية، والجزائر لعبت بملعب جابوما أمام أوغندا وفازت 5-5. حمادي هذا الجبري بعد التدخل عليه من رامي زروقي أكثر ما لفت انتباهي، ولو أنه ضيع كرة وكرتين في المرحلة الأولى. الشايبي فارس اللاعب الشاب الرائع الممتاز صاحب 21 سنة في ثالث مشاركة له متوسط الميدان الهجومي لنادي تولوز الفرنسي. اكتشاف الدوري الفرنسي، اكتشاف شاب يعني اللاعبين الشباب، حتى هذا من بين أخطر العناصر متجبدري حنبال سجل في مرمى بلجيكا هنا في مباراة ودية. الناخب الوطني حذاري من هذه الكرة، انطلاقة من إسلام سليماني، التغطية عليه من كشريدة من هناك بقوة. كشريدة باتجاه الأمام، طوبة يغطي الكرة هذه وتوغاي. والحكم المباراة التماس لمصلحة المنتخب التونسي في مباراة بدأ يخرج فيها اللاعبين التونسيين باتجاه الأمام، وهو أكيد ما سيكون في صالح رياض محرز وشيبي وإسلام سليماني وبالرحمة، في انتظار ماذا سيقوم به الناخب الوطني جمال بلماضي من تغييرات في المرحلة الثانية. هذا الكرة إلى الخلف طبعا لطالبي منتصر. طالبي منتصر يلعب مع مرياح ياسين مع دحمان أيمن باتجاه الأمام. الكرة إلى التماس. عصر الوطنية ترغب في أن تضيف الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول الذي لن تقل دقائقه الإضافية عن 4 دقائق. وقفت نوعا ما المباراة 3 يعني 3-4 على كثر التقدير. ملعوبة بسرعة، حذاري من الجهة اليمنى أن يوجد كشريدة وجدي الذي يصعد على الجهة اليمنى دائما من الدفاع.
الكرة لعيدوني عيسى، ثم التغطية الدفاعية من توبا. بالرحمة سعيد تحصل على التماس، يقول حكم المباراة لمصلحة الفريق التونسي العودة إلى الخلف لمرياح ياسين، ثم طالبي منتصر قائد الفريق ومسجل الهدف الأول في هذه المباراة. توغاي يتفوق ولكن الكرة يصل عليها عاشوري إلياس. عاشوري إلياس متجبري حنبال يلعب مع كشريدة، توزيعين أنت يا زغبة. هذه المرة المتابعة من جيتون. جيتون أخرج الكرة إلى الركنية الرابعة في هذه المباراة. كل الركنيات من جانب المنتخب التونسي هي التوزيعات، توزيعات كشريدة، صعود كشريدة دائما ما يخلق حالة الطوارئ في دفاعات المنتخب الوطني. طلبها في القائمة الثانية ولكن جيتون كيلين كان في المكان المناسب. متجبري حنبال وتنفيذ هذه الركنية، حذاري من الرقابة وحذاري من الكرات العالية. الرقابة الفردية اللصيقة يجب أن تكون، لا يجب أن لا يتكرر الخطأ، لا يجب أن يتكرر الخطأ. وهنا زغبة يخرج، زغبة مصطفى حارس مرمى نادي دمك السعودي، 32 سنة، 6 مشاركات بقميص المنتخب الوطني. إلى التماس، يقول الحكم الموريتاني في مباراة مثيرة في شوطها الأول. هنا تقديم الرجلين من اللاعب التونسي مرياح ياسين، يلعب مع طالبي منتصر، يتقدم طالبي يبحث عن جبالي عصام. عودة لطالبي منتصر، دحمان حارس المرمى يخرجها باتجاه الأمام. التدخل مباشرة إلى التماس. رامي بن سبعيني الغائب عن مباراة اليوم. رامي بن سبعيني الرائع في محور الدفاع وفي الجهة اليسرى. اليوم المنافسة ستكون غالية وكبيرة على المناصب. رامي بن سبعيني طبعا نهنئه بمناسبة حفل زفافه الذي سيكون يوم الجمعة المقبل، المنتقل حديثا إلى واحد من عمالقة الكرة ليس فقط الألمانية ولكن الأوروبية، بروسيا دورتموند، رامي بن سبعيني. توغاي يلعب مع زروقي بسرعة مع رياض محرز. هل وصلت للشيبي الكرة؟ الضغط من شيبي، فارس قدم عليه شوط أول رائع من هذا اللاعب الشاب، 21 سنة فقط، اكتشاف الدوري الفرنسي، إضافة للمنتخب الوطني. فارس شيبي 36 مباراة في الليغ 1، 5 أهداف، 5 تمريرات حاسمة. في كأس فرنسا لعب 5 مباريات، سجل 3 أهداف. أرقام جعلته هو اكتشاف اللاعبين الشباب. جمال بالماضي كنا نشاهده يدون ويلاحظ آخر الكرات في هذه المرحلة الأولى التي أضاف فيها الحكم فعلا 4 دقائق كما أشرنا، لأنها توقفت في لحظة من لحظاتها. هنا زغبة، زروقي يتقدم باتجاه الأمام، يبحث عن بالرحمة، انطلق بالرحمة، لا وياخذها بالرحمة، لا بالرحمة كالعادة لم يصل على هذه الكرة. دائما يطلب الكرات في العمق بالرحمة سعيد الذي يلعب مباراة برقم 21 سجل هدف. طريقة لعبه مقارنة على الجهة اليمنى مع رياض الذي ينوع في اللعب، مرة يدخل في محور الدفاع، مرة ينطلق على الجهة اليمنى، مرة يوزع، عكس بالرحمة اللي الطريقة تاعو انه يتوغل بالكرة مباشرة، ياخذها وينطلق ثم يوزع. لذلك ربما عليه ان يغير من الطريقة حتى يجد التوليفة، لانه لاعب رائع ومهاري متوج بلقب لقب اوروبي كاس المؤتمرات مع نادي ويست هام في مرمى في
امام لاعب فيورنتينا الايطالي، وسجل هدف في النهائي من ركله جزاء. مصطفى زغبة يفتح اللعب مع توغاي من هناك، توغاي يطلبها توبا، حكم المباراة ينهي هذا الحوار بالتعادل الإيجابي هدف